شاهدوا انبهار رئيس الفيفا بملعب طنجة العالمي بالمغرب الشقيق والعزيز على قلوبنا. من خلال هذا المنبر نطالب الدولة الجزائرية أن تعاند المغرب الشقيق. أعطينا الملاعب داخل الملاعب خاصة، شاهدوا الأرضيات، هذه أرضية ملعب طنجة. رسالتي لهم أن يحافظوا على هذا الصرح، على هذا المعلم وعلى هذه الملاعب العالمية. طبعا هذا هو ملعب طنجة الجميل والجميل جدا، أحد الملاعب العالمية التي نفتخر ونعتز بأنها متواجدة في بلد شقيق مثل المغرب. تعود لي يا حمزة البطاقة الحمراء لا تخص الملاعب. شوف الملاعب كم هي جميلة، خلينا نزيد نتمتعوا بهذه الملاعب وهذه الصور، هذه التحفة المتواجدة في قلب المغرب الشقيق. تقريبا كل إفريقيا لم تكن، وفي الشرق الأوسط لم تكن تملك ملاعب مثل هذه. هذا ملعب طنجة، حتى في أوروبا الشرقية ما كانش عندهم ملاعب. هذا هو جمالية هذا الملعب الرائع الذي أيضا تم ترميمه. شاهدونا رئيس الفيفا منبهر بملعب طنجة بالمغرب الشقيق، هذا الملعب الجميل وهذه الملاعب الجميلة التي يحويها المغرب الحبيب. السلام عليكم خويا امين، راني حاب نقول لك برافو على البرنامج تاعك اللي يفضح الحقيقه وما يخافش. والله غير راني نحكي بحرقه كبيره. شفت رئيس الفيفا انفانتينو كي جا الملعب طنجة جديد تهبل تعجب، قال هذا ملعب عالمي والمغاربه داروه في وقت قياسي. الملاعب عندهم تولي جواهر والناس كامل تصفق ليهم، وحنا الملاعب تاعنا يتبلطوا بالوحل كي تجي شويه شتا. المسؤولين نايمين ما يخدموش والو غير شعارات فارغه وخرطي قدام الشعب. اليوم المغاربه فرضوا الفيزا علينا وعلى توانسه باش ندخلوا نحضروا كاس افريقيا، والله غير عيب وعار علينا. انا كنت نحلم نمشي نشوف الماتشات مع اولادي نفرح قلوبهم، بصح القرار هذا كسر لي الحلم. خويا امين نقولها ونعاودها، المغاربه عارفين يخدموا بلادهم، يفرضوا قوانينهم والناس كامل تحترمهم، وحنا باقين محبوسين في الفوضى والتسيب. والله غير قلبي محروق، راهم سبقونا بمئات الخطوات. المسؤولين تاعنا ضيعونا، والمغرب اليوم ولا فخر لإفريقيا كامل مش غير لشعبه. نريد أن نصبح مثل المغرب الشقيق، وأردت اليوم أن أضع إسقاط على ما يحدث في البطولة الوطنية في وقت احنا هنا ما زالت الناس ما على بلاش وين تلعب، ما عندهاش ملاعب. نضربوا على شكون يقعد في الجنوب او في المدرج الجنوبي في ملعب 5 شويه منعرج، شكون يقعد في المدرج او المنعرج الشمالي. الناس راهي تتطور وراهم جيراننا ما همش بعاد علينا كثير. ملعب الدار البيضاء اصبح اعطيك الصحه والله يعني والله في ملعب الدار البيضاء. هذا الدار البيضاء انا والله شفت صور سيتحقق يعني هذا المغرب ترحب بالجميع. المغرب عندها ممكن والحقيقه الملاعب ما عندكش ما احسن ملاعب من المغرب. راه المغرب من احسن الملاعب موجوده تو، كسوا جرادانيت كسوا فيستيري. المغرب مصر جنوب افريقيا هذوما عندهم اي اما المغرب احسن المغرب على مستوى الدبلوماسيه الرياضيه نمبر رقم واحد. ولا معناتها والعباد تعرف تخدم والفيدراسيون تعرف تخدم. وراك شفت انت ديما نقعدوا نحكيو، وتشوف انت الاكاديميه تاع محمد السادس وتشوف معناتها اللي ستار نتاعها وين يلعب، وتشوف ابراهيم دياز وين وصل، تشوف الحكيمي وين وصل. معناتها الحقيقه معناتها الحقيقه مش من فراغ انك تلقى معناتها 5 6 ملاعبيه يلعبوا في لونيفو، يلعبوا في ريال مدريد، يلعبوا في معناتها ليفربول، في برشا فرق في برشلونه. معناتها كما جات معناتها يامار راهو مغربي معناتها المغربي. دونك مش من فراغ حكينا على ادم ازنو على صحح في بايرن مش من فراغ في كاس العالم تاع في قطر اللي هي وصلت للدومي فينال. هذه الكل معناتها خدمه تخدم عندها دوبوي اكس طون. معناتها صحيح ما تحبش وين لعبت المغرب 2014 وريت لعبت كيفاش قاعده تخدم وكيفاش معناتها قاعدين يبنيو في الملاعب، وتشوف معناتها حاطين معناتها فلوسهم ودمهم وكل في يحبوا يوصلوا للحاجه ووصلوا لها ومازالوا راهو باش يعملوا حاجات معك. والاكزومبل هو التيران جديد اللي يرفع 115,000 متفرج. دونك معناتها المغرب وسط باليه تحكي تقارنها بالاوروب ما عادش تقارنها بالافريق وهذوما الكل. محمد من في الحضيض نريد ان نصعد وخليوا المستوى يزيد يصعد. خلينا من خلينا من السوسيال هذا، على الاقل نطلعوا المستوى. ولكن انا نغير على بلادي لما نشوف صور مثل هذه، وراح نزيدوا نشوفوا الصور التي شاهدناها. اعطينا صور نشاهدوها تجعل الرجل او المواطن المغربي يفتخر
والله كأنك في أوروبا، كأنك في سانسيرو، ولا كأنك تشاهد مباريات في أنجلترا ولا في إسبانيا. صور جميلة، ملعب جميل، اللي يروح للملعب على الأقل تمتع بالأجواء داخل المدرجات. هذا الملعب المغربي ملاعب يعني صراحة كي تشوف صور مثل هذه هل ما نغيروش على روحنا ونقولوا لماذا المغرب يتقدم والجزائر ترجع للوراء؟ كفانا يعني بين قوسين، سمحوا لي العبارة، نطلعوا في فرق ما عندها لا ملعب يعني، وقالها واحد الوقت احنا قلناها في البلاطو والناس زعفت. شوف الصور هذه، صور مثل هذه تجعل اي مغربي يفتخر. الناس كامل كانت تتكلم على هذه الصور الجميله اللي شاهدناها. اللاعبين الجزائريين المساكين يقول لك والله غير نحبوا نلعبوا في مثل هذه الاجواء. ما نلعبش انا في ملعب ما فيه لا اضاءه لا اناره لا غرف تغيير الملابس، دين تاع غرف تغيير الملابس، لا مسخون، لا عفاكم الله مراحيض في المستوى. علاش؟ احنا نشوف كل سمانه. صح، صور جميله تجعلنا نشهر البطاقه الحمراء لمن يريد ان نبقى دائما. الحضور المغربي القوي الاخير ما هوش مرتبط فقط على خاطر القزع قوي، ليه؟ خاطر الدوله المغربيه قويه في افريقيا. صحيح. هي مرتبطه بالعامل السياسي. يا اخي قبل رئيس الاتحاد الافريقي شكون؟ ما كان الملغاشي، هو كان تقريبا يعني مش مغربي تقريبا. دونك السياسه هو تحط في المغرب، السياسه مؤثره. وعلاش مصر قويه؟ لانه المقر في مصر بالتالي يعطي قوه. دونك مرتبطه راهي ماشي كان بالكوره. احمد يحيى زاد ايضا لانه حليف المغرب. لا كيفاش معناتها نائب رئيس؟ حليف المغرب، هو حليف المغرب، هو حليف المغرب وعنده علاقات كبيره. احمد يحيى انا المغرب عباك وكاين واحد 800 ايكيب تضلوا غير تهضروا رانا منا رانا عيب وش راهو يصرى. ماذا سجلت يا سي علي بن شيخ؟ ماذا تسجل؟ واش راك تسجل يا اخو؟ لا نسجل والو، هاني نحكي على امري كي ولات هكذا كرة القدم. سي تري غراف سكي سي باس اون الجيري، مي يا با لا توتيل ne bouge pas. ريسبونسابل ne bouge pas. ما بقاوش رجال اللي ينجموا يسيروا، ما كاش رجال اللي يسير، ما كاش رجال. هيا ما بقى والو في كرة القدم. بعد يقول لك انتم تهضروا على شي بلدان وعلى شي بلدان، يفوك الناس تتحرك تنحي قاعد الناس هذوما، ولا خليوها ما تزيدوش تهضروا عليهم كاع، خليهم يديوها ماشي للواد تحت للواد. خلاص العجب وصاير هنا، واحد ما حب يتحرك، واحد ما يتحرك، خليه يديها للواد. سي با لوي لو ريسبونسابل. بركات سي لحقنا لواحد الدرجه هربوا عليك تقول جاز عليك بالميك. لا مازال نتكلم تيك 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 تيك. يا بركات ما كاش ما كان حتى واحد اللي يقول ستوب. ما كاش اللي يقولها، ما كاش. شكون اللي يقول؟ ما كان ما شفنا حتى واحد. ممكن دوك بروشين زيليكسيون نبداو نسمعوا الاحزاب اللي دار ما شفناهمش مده سنه، نبداو نشوفوا يبداو يقول لك وي الشباب ويكدا، يبداو بركه ونعمل السينما هذه. ستوب. واحد ما يخمم على لا جوناس لا على القانون ريان ديتو، لا الاحترام، برك الاحترام، لو ريسبي اونفير لو بوبل، اونفير لا جوناس، اونفير الناس اللي تحب كره القدم. يا بلو دو ريسبي، يا بلو ريان. شفت واش وين قال؟ خلاص قال لك لقاو انتم، قال لك كنتوا تكلموا عطيونا الحل، اللي عنده الحل يتفضل. رضوان والله حبيت نسقسيك. نعم. اليوم 35 سنه ولا راك باش ما نغلطوش في السيد. 35 سنه 35 ولا بليس ولا موا مانيش عارف شحال، مي هاد الطول كاع شوف الى ديباسي 30 على عنده الحق. ما عطونا الحلول، ما كاش رجال خلاص، ما كان لا رجال لا انات ولا واش يقول، لا الانسان لا رجال، لا انسان لا رجال. ما كاش في الجزائر اللي ينجم يحكم هذا البوست اللي يصيب الحل، ما كاين غير هو، وانتم ديرونجيو فيه. خليوه. الو، معنا متصل من وهران. تفضل خويا، عرفنا باسمك. وعليكم السلام يا مسعودة، أنا بوخنونة من وهران. راني غايف بزاف اليوم وما قدرتش نسكت. مرحبا بك خويا بوخنونة، قلنا واش كاين؟ شفتي رئيس الفيفا إنفونتينو كي جا اليوم لملعب طنجة؟ تهبل، تعجب، قال هذا ملعب عالمي، حاجة ما صراتش في إفريقيا، والمغاربة في وقت قصير بناو ملعب يحشم حتى الأوروبيين. بصح يا خويا لازم نكونوا منصفين شوية. منصفين؟ قولي لي يا مسعودة، حنا واش عندنا؟ ملاعبنا كي تجي شتا يتبلعطوا بالوحل، الكراسي مهرودين والناس تتكسر في التريبينات، المسؤولين نايمين، غير الشعارات والخرطي وما يخدموش والو. بصح خويا هذه قرارات دول. لا ما تغلطينيش، المغرب اليوم فرض علينا الفيزا باش ندخلوا كاس افريقيا. علاش؟ خاطرهم ما يحبوش التخريب، يعرفوا باللي الجزائريين يخليوا البلايص كي الخربة، داروا قرار سيادي يحمي بلادهم وحقهم والله. خويا بوخنونة راك عارف هذه إذاعة رسمية، ما نقدرش نخليك تزيد تهاجم المسؤولين. هذا هو المشكل يا مسعودة، حتى في الإذاعة ما نقدرش نهضر بحرية. أما في المغرب الشعب عنده قيمة، عنده ملاعب، عنده تنظيم، وعنده مسؤولين يخدموا، راهم سبقونا بمئات الخطوات وحنا باقين نرقدوا. شكرا خويا بوخنونة على المداخلة.